واش عمرك بقيتي بوحدك مدة طويلة، ما كاين لا صداع لا صحاب لا تواصل، غير انت بوحدك؟ في الاول كيبان لك هادشي عادي، ولكن كيتبدل مع الوقت. كتولي تفكر في اي حاجه دازت في حياتك، حتى المواقف الصغيره كتولي كبيره في دماغك. وباش تعرف ان الدماغ ديالك ما كيبقاش ساكت نهائيا، حتى الا نعستي ولا كنتي بوحدك فراه خدام ديما 24 ساعه على 24 ساعه. دماغك كيولي يرجع الذكريات والمشاعر القديمه، افكار وقرارات. وهنا كيبدا اول تغيير واخطر تغيير، وهو التفكير الزائد. التفكير الزائد كيخلق العزله. ملي الانسان كيفكر بزاف كيدخل في دوامه النقاشات الداخليه. علاش وقع هادشي؟ كيفاش غادي يشوفوني الناس؟ هاد النوع من التفكير كيدير ضغط داخلي وكيعمق العزله. كتلقى راسك كتعاود نفس الحوار في دماغك بزاف د المرات، فالدماغ ديالك كيقلب على اي حاجه باش يعمر الفراغ. والمشكل هو ان هاد التفكير كيبدا يولي اوتوماتيكي، يعني انت ما باغيش تفكر ولكن كتفكر. وهذه هي نتيجه العزله ونتيجه التفكير الزائد. مثلا ملي كنكونوا وسط الناس الدماغ كيبقى مشغول بالتفاعل، كيسمع كيهضر وكيتفاعل وكيبدل التركيز باستمرار. ولكن ملي كتنعزل كلشي كيسكت، كيبقى غير الداخل ديالك هو اللي خدام. العزله في الاول كتبان مريحه بزاف، ما كاينش ضغط، ما كاينينش ناس، وما كاينينش مشاكل. ولكن هاد الراحه سطحيه فقط، حيت تحت منها الدماغ ديالك كيدير خدمه كبيره. من بعد ايام كتبدا تلاحظ تغيير في المزاج، كتولي تفكر اكثر من القياس، كتولي حساس لاي كلمه بسيطه، حتى نظره من شي واحد كتخليك تحللها ساعات وساعات. فالدماغ ديالك ما كيبغيش الفراغ، الا ما عطيتيهش احداث خارجيه كيعمرو هو بالافكار. وبهذا الشيء كيولي الماضي مهم بزاف، حيت هو المصدر الوحيد اللي بقى عنده. كتولي تفكر بزاف، علاش وقع هذا الشيء؟ وعلاش ما نجحتش؟ شنو كان خاصني ندير؟ وهاد الاسئله ما كاينش عندها نهايه، كل جواب كيجبد سؤال جديد، وكتدخل في دوامه ديال التفكير بلا توقف. فحتى النعاس ديالك كيقدر يتاثر، كتنعس وانت كتفكر، وكتفيق وانت مازال كتفكر. حتى الاحلام كتولي مرتبطه بالحياه اليوميه ديالك. ودابا ندوزو للجانب الاخر من العزله. العزله تقدر تخليك تفهم راسك اكثر، تعرف شنو بغيتي وشنو ما بغيتيش، كيولي عندك وقت تفكر في حياتك بعمق. فبزاف ديال الناس الناجحين كيقضيو وقت بوحدهم، حيت الهدوء كيعاون على الابداع. ولكن الفرق هو انهم كيعرفوا التوازن، حيت الا زاد الوقت وانت بوحدك كيولي العكس تماما. كتولي كتفكر بزاف بلا انتاج، وكتولي كتدور في نفس الافكار، وحتى الحياه الاجتماعيه كتولي ثقيله عليك. وكاين حتى خطر اخر، هو ان الدماغ كيبدا يخترع سيناريوهات. كتفكر ان الناس كيهضروا عليك ولا شي حاجه غادي توقع ليك، رغم انه ما كاين حتى شي دليل. هادشي كيوقع بسبب كثرة التفكير وقله التواصل الحقيقي بين الناس. ومع الوقت كتولي كتعيش مع راسك، كتولي الافكار ديالك هي العالم ديالك. ولكن بالنسبه لي العزله الا كانت بذكاء كتكون قويه بزاف، كتخليك تفهم راسك وتراجع حياتك، تخطط للمستقبل وترتب افكارك. ولكن خاصها تكون محدوده، خاصك توازن بين الوقت بوحدك والوقت مع الناس، حيت الانسان ما مخلوقش يعيش في طرف واحد. الا عشتي غير بوحدك كتغرق في الافكار، وإلا عشتي غير مع الناس كتضيع التركيز ديالك. فالتوازن هو الحل الحقيقي، حيت الدماغ ديالك محتاجهم بجوج، كيحتاج الصمت باش يفهم، وكيحتاج الناس باش يتوازن. فالعزلة جزء من الحياة، ممكن نحتاجوها باش نرتاح ونفكروا في نفوسنا، ولكن إلا طولات كتولي حمل ثقيل علينا، كيبعدنا على الناس وعلى الحياة. فالتوازن هو الأساس، نهتموا براسنا ولكن ما نقصوش التواصل ديالنا مع الناس، حيت الإنسان ما كيكملش بوحده. كان واحد الشاب عادي بزاف، كيخرج مع صحابه وكيضحك وكيهضر بطبيعته، ولكن مع الوقت بدا كيتعرض لبعض المواقف اللي خلاوه يحس بالإحباط، كلام قاصح وضغط ديال الحياة. بدا بشوية بشوية كينقص من الخروج. في الأول قال غير نهار باش نرتاح، ولكن الأيام ولات كدوز وهو بوحده،
ولا كيقضي وقت طويل غير مع راسو. في الاول كان كيشوف العزلة حاجة مريحة، كيقول انا محتاج شوية ديال الراحة، ولكن مع الوقت الراحة ولات عادة، ومن بعد ولات عزلة. بدا كيلاحظ انه حتى ملي كيكون باغي يهضر مع شي واحد ما بقاش عنده نفس الطاقة، كيتردد، كيشوف الرسائل وما كيردش، وكيقول ما عنديش الخاطر. الافكار بدات كتكبر في دماغه، علاش الناس ما بقاتش كتهتم بيا؟ واش انا اللي تبدلت ولا هما؟ وكل مره كيزيد يغرق اكثر في التفكير. ومن هنا بدا كيفهم ان العزله ماشي غير انك تبقى بوحدك، ولكن هي ملي كتقطع الروابط ديالك مع الحياه شويه بشويه بلا ما تحس. وهنا بدا كيرجع خطوه بخطوه، مكالمه قصيره، خرجه صغيره، امور بسيطه ولكن كترد ليه الاحساس بالحياه. في الاخير خاصنا نفهموا باللي العزله ماشي شي حاجه خايبه، ولكن ملي كتطول وكتولي اختيار دائم كتقدر تاثر علينا بطريقه ما كنحسوش بها في البدايه. فالدماغ ديالنا كيتعود على الهدوء الزائد، وكيبدا ينقص التواصل مع الناس، وهذا الشيء كيخلي التفكير يكتر بزاف. ولكن في المقابل العزله القصيره تقدر تكون فرصه باش نراجعوا راسنا، نفكروا في حياتنا. فالحل هو التوازن، نهتموا براسنا ولكن ما نقصوش من التواصل مع الناس.